بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذه الأحاديث تتعلق بالصلاة في المساجد وفي الأماكن الطاهرة وأماكن الصلاة ومواضع الصلاة تنقسم إلى قسمين: قسم يعني هو كل بقعة طاهرة ليس فيها نجاسة وليست ممنوعا منها ولم يأتي ما يدل على المنع منها فإنها يصلى فيها. وهذا المعنى وهذا إطلاق عام في مواضع الصلاة. وهناك إطلاق خاص وهو المساجد التي تبنى وتخصص للعبادة فإنها بنيت للصلاة وبنيت لعبادة الله عز وجل. يعني إذن هناك يعني ما يصلى فيه ينقسم إلى قسمين: قسم خاص وهو المساجد التي بنيت للصلاة وخصصت للصلاة، وقسم عام وهو كل أرض لا يعلم فيها نجاسة ولا يعلم يعني شيء يمنع من الصلاة فيها فإنه يصلى فيها. وقد ذكر مسلم رحمه الله يعني هنا هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد بني في الأرض أول، فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: قدر 40 سنة. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فليصلي، يعني أنه يصلى في المساجد التي تبنى للعبادة، ويصلى في أي مكان طاهر ليس فيه نجاسة ولا يكون فيه منع من الصلاة فيه وإن لم تكن هناك نجاسة. وقد جاء في كثير من النسخ كتاب الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقد ذكر فيه وقد جاء فيه أحاديث قليلة تتعلق بالصلاة ومواضع المساجد ومواضع الصلاة، وبقية الأحاديث تتعلق بأمور أخرى في صفة الصلاة، تتعلق في صفة الصلاة. يعني بعد هذه الأحاديث القليلة المتعلقة بالصلاة مساجد ومواضع الصلاة يأتي أحاديث في صفة الصلاة. فلا أدري يعني هل هذا التبويب أو هذه الكتب هي من مسلم. الأبواب لا شك أنها ليست من مسلم، وهي من النووي وهو الذي ذكر هذا ومن غيره، ولكن المشهور والذي أثبتت في داخل الصحيح هو تبويب النووي. لكن يعني هذه الكتب لا أدري هل هي من عند مسلم أو من عند غيره. وبعض النسخ ليس في داخلها يعني ذكر الكتب. وتحفة الأشراف كما ذكرت من قبل التي بناها على الكتب الستة، وذكر وذكر ما يتعلق بكتبها والإحالة إليها. يعني في صحيح مسلم لا يحيل إلى هذه الكتب التي هي كتاب المساجد وكتاب الجمعة وكتاب العيدين وكتاب الكسوف
وكتاب الاستسقاء وكتاب الحيض، وإنما بعد كتاب الإيمان كتاب الطهارة، وكتاب الحيض ليس موجود يعني عند المزي، لا يشير إليه، وإنما يشير للطهارة. وبعد الصلاة يشير إلى الصلاة إلى كتاب الجنائز، يشير إلى كتاب الصلاة أو إلى الصلاة إلى كتاب الجنائز. يعني معنى ذلك أن هذا الكتاب وكتاب صلاة المسافرين وكتاب الجمعة والجنائز والكسوف والاستسقاء يعني وغير ذلك إلى كتاب الجنائز، فيأتي بكتاب الجنائز. هذا هو عمل المزي، يعزو إلى كتاب الإيمان، إلى كتاب الطهارة، إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الجنائز، إلى كتاب الزكاة، وهكذا. فهذه الكتب التي يعني مثل هذا الكتاب الذي نبدأ به والذي قال كتاب الصلاة المساجد ومواضع الصلاة، لم يذكر فيه إلا عدة أحاديث ندرسها إن شاء الله في هذا اليوم، وبقية ذلك كله يتعلق بصلاة الصلاة، كل ذلك يتعلق بصلاة الصلاة. ولهذا كلام المزي يعني مطابق للواقع، كلام المزي مطابق للواقع، لأن كل ذلك يتعلق بالصلاة إلى كتاب الجنائز. وأما الجنائز وإن كان فيه صلاة إلا أن كثيرا من أحكامه في غير الصلاة، يعني ففيه يعني ما قبل الموت، وفيه التجهيز والتكفين والتغسيل والدفن وغير ذلك التي هي غير الصلاة. ولهذا يعني يعزو إلى كتاب الجنائز، وبعد كتاب الجنائز كتاب الزكاة، وهكذا. فلا أدري يعني هذه الكتب يعني حقيقتها يعني كيف كانت، هل هي من مسلم أو من غير مسلم، الله تعالى أعلم. هذا الحديث الذي أورد عن أبي ذر أنه سئل أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، ثم قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 40 سنة، قال 40 سنة. والمسجد الحرام يعني يعني قيل إن أول من بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه بني قبل ذلك وأن آدم بناه، لكن لا أعرف يعني شيئا يدل على صحة ذلك. وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو الذي بناه، وقد جاء ذلك في القرآن وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الأقصى ففي هذا الحديث أنه بينه وبينه 40 سنة، ومعلوم أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ساعد أباه في بناء الكعبة، وكان يبني معه الكعبة، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة. وعلى هذا فيكون يعني هذه 40 يعني بعد بناء الكعبة، يعني وكان ذلك في كون إسماعيل كان رجلا يبني ويساعد أباه، فيمكن أن يكون ذلك يعني في زمن قريب. وقد ذكر أنه في زمن يعقوب الذي هو ابن إسحاق، والله تعالى أعلم. ولكن ما جاء في بعض الأحاديث من أن سليمان بن داود هو الذي يعني بناه، فهذا يحمل على تجديد البناء. وقد جاء ذلك في النسائي وفي غيره أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله 3 مسائل، والحديث يعني صحيح، فيكون هذا تجديد وليس تأسيس، لأن بين إبراهيم وبين سليمان وداود مسافة طويلة، لأن يوسف جاء في قصة موسى ذكر يوسف، وفي قصة موسى أيضا جاء يعني ذكر يعني بعد موسى جاء ذكر قصة داود وسليمان في سورة البقرة، يعني فهناك مسافة طويلة، فيكون ما جاء في ذكر سليمان إنه محمول على تجديد البناء. وأما البناء فهو كما جاء في هذا الحديث بعد المسجد الحرام ب40 سنة. ثم بعد ذلك قال فأيما في آخر الحديث أيما أدركتها الصلاة فصلي فهو مسجد. فأيما أدركتها الصلاة فصلي فإنه مسجد، يعني مكان سجود، يعني مكان صلاة. ومعلوم أن المسجد
هو ما يصلى فيه ويسجد فيه، ولهذا قيل للمساجد مساجد إشارة إلى حال السجود، وذلك أن الأرض تستوعب في حال السجود أكثر أو تستغل في حال السجود أكثر من استغلالها في حال الحالات الأخرى، وذلك أن الإنسان إذا سجد يسجد معه 7 أعضاء، وأما في حال القيام ما في الأرض إلا رجليه، وفي الركوع ما فيه إلا رجليه، وفي حال الجلوس يعني يداه ووجهه الذي هو أشرف شيء فيه لا يوجد، وإنما يوجد في السجود هذه الأعضاء 7، فتكون الأرض مستغلة ومستفاد منها في حال السجود أكثر، ولهذا قيل لأماكن العبادة مساجد إشارة إلى مكان السجود وإلى مواضع السجود. فقوله فأيما من أدرك الصلاة فليصلي، فمعنى ذلك أن بشرط أن تكون الأرض طاهرة أو لا يكون فيها يعني منع، يعني كان يكون فيها قبور أو ما إلى ذلك، أو يكون في المقابر، فلا يصلى يعني في هذه الأماكن، وإنما يصلى في كل مكان طاهر ليس فيه نجاسة، وحتى لو علم فيه نجاسة وفرش فوقها فراش فإنه يصلى عليها، لأن النجاسة لا تباشر الإنسان. وكذلك لو كان هناك يعني تحت الأرض يعني مجاري ماء نجسة فإنه يصلى عليها، وكذلك الحمامات ودورات المياه إذا صلي على سطوحها لا بأس بذلك، لأن الإنسان لا يباشر النجاسة، المهم أن لا يباشر النجاسة إذا كان هناك نجاسة. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه يزيد بن شريك. نعم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. قال حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله المرفوع، وذكر يعني فيه شيء يعني فيما يتعلق بالقصة التي حصلت لإبراهيم التيمي وأبيه، وأنه كان يقرأ يعني عليه القرآن في السدة، والسدة هي خارج المسجد، يعني مكان من الطريق خارج المسجد ولكنه في فناء المسجد. ومعلوم أن ما كان خارج الأبواب المسجد وخارج جدرانه فإنه لا يعتبر مسجدا، وإذا كان متصلا في الطريق فهو من جنس الطريق، يعني الشأن فيه إذا كان طاهرا أو وضع عليه فراش فإن الإنسان يعني يصلي فيه. وذكر أنه كان يقرأ على أبيه القرآن، وأنه إذا جاء عند سجدة سجد أبوه فقلت أتسجد في الطريق، فذكر الحديث وأن الأرض كلها مسجد، لكن كما هو معلوم يستثنى من ذلك ما إذا عرفت النجاسة أو جاء ما يدل على أن مواضع معينة لا يصلى فيها مثل مقابر يعني وغيرها. وهنا يعني فيه قال أن أباه كان يسجد وهو الذي يقرأ، ومعلوم أنه عند القراءة فإن الذي يسجد هو القارئ، والذي يستمع هو الذي يسجد يعني تبعا له. وقد جاء في ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره، يعني وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لرجل كان يقرأ قال اسجد فأنت إمامنا، اسجد فأنت إمامنا. فهذا يعني الحديث يعني فيه أن هذا السامع الذي هو أبوه يعني هو الذي سجد. لكن ذكر الحافظ بن حجر في شرح الحديث في فتح الباري
يعني ذكر عزاه إلى النسائي، والنسائي لا يوجد فيه هذا الكلام، وكذلك عزاه إلى ابن خزيمة، وهو أنه كان يتناوب هو في القراءة، كل واحد يعرض على الآخر، كل واحد يعرض على الآخر، هو الابن يعرض على الوالد والوالد يعرض على الولد. وفيه أنه لما مر بسجدة وقرأ سجد، يعني الذي هو الأب، فهذا أمره واضح لا إشكال فيه، لأنه مطابق لما جاء في حديث قصة ابن مسعود، وأن القارئ هو الذي يسجد، وأن المستمع يعني والمستمع يسجد تبعا للقارئ، وأما السامع فإنه لا يسجد، السامع الذي يسمع القراءة هكذا عرضا لا يسجد، لكن من يكون مصغيا ويعني مستمعا منصتا فإنه يسجد تبعا للإمام. ولهذا قال ابن مسعود اسجد فأنت إمامنا، يعني أنهم يسجدون تبعا له، يسجدون تبعا له. نعم. قال حدثني علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن الأعمش عن وهذا الذي ذكره يعني البخاري ان الشارح الحجر وعزاه إلى مسلم، وأنه وكذلك لا يعني عندنا ليس موجودا يعني هذا الكلام، وإنما الذي كلام أن الذي يسجد هو الأب، والذي يقرأ هو الابن، الذي يقرأ هو الابن والذي يسجد هو الأب. لكن يتفق مع ما جاء عن ابن مسعود هذا الذي حكاه عزاه إلى مسلم، وهو لا يوجد في هذا المكان، اللهم لا يوجد في مكان آخر سيأتي لا أدري. وأما فيما يتعلق أو كان عند ابن خزيمة يعني بهذا اللفظ الذي ذكره. نعم. عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في الخصائص التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وأنه قال في أوله أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، كان أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لأن كل رسول يرسله الله إلى قومه، ولهذا يجتمع الرسل في وقت واحد، مثل إبراهيم ولوط، فإن كلهم كانوا في زمن واحد، وكل منهم مبعوث إلى قومه، وكل رسول يبعث إلى قومه، وقد يجتمعون في زمن واحد وقد يكونوا متفرقين، لكن كل رسول يبعث إلى قومه. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو بعث إلى كل أحمر وأسود، يعني إلى سائر البشر، بل إلى سائر الثقلين الجن والإنس. وختم وقيل أن المقصود بالأحمر والأسود أن المقصود بالأحمر أنهم غير العرب، وأن المقصود بالأسود أنهم العرب الذين فيهم سمرة، والذين يعني ألوانهم تختلف عن ألوان الآخرين من اليهود والنصارى الذين كانوا على الروم وغير الروم، التي كانت هيئاتهم بياضهم يعني يختلف، ولهذا هم يحرصون على أن تتغير بشرتهم إلى شيء من السواد أو شيء من السمرة، وذلك أنهم كانوا يغتسلون ثم يخرجون وهم عراة ويجلسون على الرمل في الشمس، يعني من أجل أن تتغير ألوانهم وأبشارهم إلى هذا اللون الذي يعني الذي هم عليه. وقيل يعني فسر بتفسير آخر أنه إلى الجن والإنس،
وأن الأسود يقصد بهم الجن والأحمر يقصد بهم الإنس. ولا شك أن الرسول بعث إلى الثقلين الجن والإنس، وهذا قوله أسمر وأحمر ومبعوث إلى البشر كافة، وقد أيضا بعث إلى الجن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو رسول الله عز وجل إلى الثقلين. والثانية وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الغنائم كانت فيما مضى يعني تجمع ثم تأتي نار من السماء فتحرقها فلا يستفيد منها أحد، وأما هذه الأمة فقد أحلت لها. وقد جاء في بعض الأحاديث في قصة الجماعة الذين يعني كل عريف يعني يصافح، وأن من كان عندهم الغلول يعني لزقت يده بيده فقال فيكم الغلول، ثم أتوا بالشيء الذي بقي ونزلت النار وأحرقته، يعني والحديث صحيح. نعم. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا، وهذا هو الشاهد، وجعلت الأرض طيبة طهورا ويعني ومسجدا، طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. يعني مناه إذا أدركت الإنسان الصلاة عنده مسجده وطهورة، عنده المكان اللي يصلي فيه، وهو أي بقعة ليست بنجسة ولا ممنوعا من الصلاة فيها، وطهورا وهو التيمم يعني على الأرض، التيمم على الأرض. وقد يعني استفيد من بعض الروايات التي هنا أن الأرض كلها مسجد سواء كانت ترابية أو غير ترابية، فالإنسان إذا ذاك الصلاة يضرب على الأرض ويصلي سواء كان فيها تراب أو ليس فيها تراب. نعم. وجاء في بعض الحديث ستأتي وتربتها طهورا، ولكن بعض العلماء قال أنه يحمل المطلق على المقيد فيكون التيمم إنما هو على التراب، وبعض أهل العلم يقول إنه يتيمم في كل أرض سواء ترابية أو غير ترابية، وأن ذكر التراب المقصود به من قبيل الحكم المعروف، وهو إفراد العام ببعض أفراد العام لا يخصص العام، وإنما يكون نص على التربة وهي داخلة ضمن عموم الأرض. نعم. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. ونصرت بالرعب يعني مسيرة شهر بين يديه، يعني أن الكفار أمامه إلى هذه المسافة فإنهم يصيبهم الرعب يعني منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، والشفاعة هي الشفاعة العظمى التي اختص بها عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في يعني الفصل بين الناس وخروجهم من الموقف وذهابهم إلى الحساب وإلى الجنة والنار. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أيضا الشفاعة في دخول الجنة، فإنه الذي يفتتح باب الجنة ويشفع له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار أبو الحكم عن يزيد الفقير، يزيد بن صهيب الفقير. وكلمة الفقير هذه لقب، والمتبادر إلى الذهن أن الفقير نسبة إلى الفقر، هذا هو اللي تبادر للذهن، لكن الأمر بخلاف ذلك. قالوا إنه كان يشكو فقار ظهره، يعني يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، إلى شيء لا يتبادر للذهن. المتبادر للذهن أنه الفقير الذي ليس عنده شيء، وإنما المقصود أنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير. وهذه من النسب التي من هذا القبيل. وقد سبق أن مر بنا أن الحذاء يعني من هذا القبيل، فليس يبيع الحذاء ولا يصنعها، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فذكر نحوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، وفيه يعني ذكر أن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، أنها جعلت لنا مسجدا وطهورا، وهذا هو محل الشاهد من الإراد. وقال جعل صفوفنا صفوف الملائكة، وذكر خصلة أخرى يعني هي ثلاث، ولكن الثانية تعتبر واحدة، لأن كون صلاة مسجد وطهور هي تعتبر واحدة، والثالثة قد حذفت ولم يذكرها وإنما أشار إليها، وهي موجودة عند النسائي في السنن الكبرى، وهي قوله يعني وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق الذي سيأتي بعد هذا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. وهذا ذكر فيه أبو مالك الأشجعي قال سعد بن طارق، لا ذكر في الرواية الثانية باسمه، وذكرها الأولى في كنيته ونسبته، وهو شخص واحد. سعد بن طارق هو أبو مالك الأشجعي. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي الأنبياء وختم بي النبيون. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو من الأشياء التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الذي تقدم إلا أن فيه زيادة، يعني اللي في أوله شو؟ قال أعطيت جوامع الكلم. أعطيت جوامع الكلم، والمقصود بجوامع الكلم الكلام القليل الذي يندرج تحته المعاني الكثيرة، وهذا يعني في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن فيه جوامع الكلم، وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني فيه جوامع الكلم، والمقصود بها الكلام القليل الذي يندرج تحته المعاني الواسعة، وهذه جوامع الكلم، والبقية مثل ما تقدم، إلا أن فيه وختم بي النبيون، كونه عليه السلام هو خاتم النبيين، وهذا جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وبعثت بجوامع الكلم وهاتان الخصلتان مرتا وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. وبين أنا نائم يعني فيما نام عليه السلام رأى أنه أتي بمفاتيح خزائن الأرض،
قال أبو هريرة وقد توفي رسول الله وأنتم تنتظرونها، يعني تستخرجونها وتستفيدون منها. وهذا إشارة إلى ما حصل من الفتوحات والغنائم التي حصلت بعد ذلك. بل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستنفق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وقد حصل ذلك في زمن الفاروق، فأتي بهذه الكنوز إلى المدينة وقام بقسمتها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة ابن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. نعم. قال حدثنا حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب. نعم. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بالراشد عن الزهري عن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة وهو سليم بن بكير. جبير سليم بن جبير. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. وهذا من حديث صحيفة همام منبه وفيه هاتان الجملتان مرة في الحديث السابقة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر هذا الحديث
المتعلق ببناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في أحد في قباء في بني عمرو بن عوف من الأنصار، ونزل فيهم وجلس عندهم أيام، وبني مسجد قباء. ثم إنه انتقل من قباء إلى المدينة، إلى داخل المدينة، فدعا ببني النجار فجاءوا وذهبوا معه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا ورثه أبو بكر حتى وصلوا إلى المدينة، فنزل عند دار أبي أيوب الأنصاري، وكان ضيفا له كما جاء في بعض الحديث الصحيحة، نزل ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ثم إن الرسول عليه السلام عزم على بناء المسجد، وكان مسجد لجماعة من الأنصار، جماعة من بني النجار، فقال فامنوني، يعني اذكروا ثمنا أشتريه منكم، أو بينوا الثمن الذي تريدون أن تبيعوه به، يعني حتى يشتريه منهم. فقالوا أنهم لا يبيعونه، وإنما يبيعونه على الله، وأنهم يقدمونه يعني لله عز وجل، وأنه يبنى فيه المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا كان فيه نخل، وفيه خربات، وفيه قبور المشركين، فأمر عليه السلام بقبور المشركين فنبشت وأخرجت إلى مكان آخر، وكذلك النخل قطع والخربات سويت حتى صارت الأرض مستوية. ثم إنه بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. وكان كما جاء في الحديث عند البخاري أنه بني من اللبن، وجعل سقفه من جريد النخل، وجعلت أعمدته من خشب النخل، يعني جذوع النخل التي يعني يزال الكرب والشيء الذي حتى تبقى يعني ما كان داخلها هو الذي يكون يعني يقوم عليه المسجد. قال وجعل عضادتيه، يعني عضادتي الباب من الحجارة، عضادتي الباب من الحجارة. وعند ذلك كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كان يصلي يعني في مرابض الغنم، ويصلي في غير ذلك، ويعني مما لم يخصص لأن يكون مسجدا. وبعد ذلك انتقل إلى مسجد صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيه. ومعلوم مرابض الغنم يعني أنها ليس يعني أن أبوالها وأرواثها طاهرة وليست بنجسة فيصلى فيها، وكذلك معاطن الإبل يصلى فيها، يعني منع من الصلاة فيها لا لأنها نجسة، ولكن لأن الإبل يعني عندها شدة وعندها قسوة، وإذا حصل لها جفال أهلكت من حولها، فنهي عن الصلاة فيها من أجل ذلك، لا من أجل نجاستها، لأن أرواث الإبل وأبوالها والغنم والبقر وكل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر وليس بنجس. فكان عليه السلام يصلي يعني قبل أن يصلي المسجد في الأماكن المختلفة، ومنها مرابض الغنم. إيش معنى في الآخر؟ فكان ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، أمر صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، نبشت وقطع النخل. وهذا في بيان قطع النخل للحاجة، عندما إذا يكون هناك يحتاج إليه فإنه إلى مكانه فإنه يقطع. نعم. فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم. نعم، وكانوا يرتجزون وهم يبنون، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح الضبعي وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم، مثل الذي قبله.
قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالقبلة ونسخها والانتقال من الصلاة إلى المسجد الأقصى إلى الصلاة إلى الكعبة المشرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمكة في اتجاه يعني في بيت المقدس، ثم بعد ما هاجر كان 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، وكان يعني يتحرى أن يوجه إلى القبلة، فنزلت عليه الآية في توجيهه إلى القبلة، وكان ذلك بعد 16 شهرا من قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والبراء بن عازب رضي الله عنه يخبر بهذا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس هذه المدة ثم حول إلى القبلة. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه بعد صلاته يعني خرج أحد أصحابه الذين صلوا معه وذهب إلى جماعة من الأنصار يعني يصلون، وقد جاءت الأحاديث أنه قبى وأنهم في قبى وأنهم يصلون صلاة الفجر، وأنه أخبرهم وهم يصلون وكانوا يتحرون يعني ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى. فلما أخبرهم وهم في أثناء الصلاة وقضى مضى ركعة تحولوا إلى جهة الكعبة، وذلك بأن استداروا، فكل واحد منهم بدل ما كان اتجاه إلى الشمال اتجاه إلى الجنوب، والإمام يعني كان أمامه إلى جهة المقدس، فيكون دخل من بينهم حتى تقدم وصار إلى القبلة وصار إلى الكعبة، وكل واحد استدار وهو في مكانه، والإمام استدار في مكانه إلا أنه دخل من بين الصفوف حتى صار يعني أمام الناس يصلي بقية الصلاة إلى القبلة. وهذا يدل على يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتحرون هذا الشيء، وأنه لما بلغهم الخبر وهم في أثناء الصلاة استداروا. وفيه دليل على قبول خبر الواحد، ولكنه احتف بما كانوا ينتظرونه. وكذلك أيضا يعني فيه يعني قبول يعني خبر الواحد، وأن الصلاة يعني هؤلاء حصلت إلى جهتين، وفيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى استقبال القبلة. وفيه أن الإنسان يعني قبل أن يبلغه الحكم ليس بمكلف، لأن هؤلاء لو كان أنهم مكلفون من حين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عليهم أن يبدأوا الصلاة من أولها، لكنهم لما استداروا يعني علم بأنه لما بلغهم الخبر وبلغهم البيان فإنهم تحولوا من جهة الشمال إلى جهة الجنوب وصار صلاتهم إلى الكعبة. نعم. والأحاديث كلها تتعلق يعني إما بالتنصيص على مسجد قباء أو عدم التنصيص عليه، ولكن المعنى واحد، وكلها في صلاة الغداة. وأما ما يسمى مسجد القبلتين فإن هذا لم يأتي فيه دليل يدل على أنه حصل يعني فيه أن التحويل القبلة حصل للرسول وهو في مسجد القبلتين، ما ثبت في هذا شيء. وإنما الذي جاء يعني أنه حصل يعني هذه التسمية يعني مسجد القبلتين فيما ذكره ابن سعد عن الواقدي، والواقدي كما هو معلوم قال عنه الحافظ بن حجر متروك مع سعة حفظه،
نعم. فإذا الذي ثبت هو مسجد قباء، وأما ما يسمى مسجد القبلتين ما ثبت فيه شيء يتعلق بهذا الأمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء بن عازب. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى. قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله وفيه أن الذي جاء من بني سلمة الذي جاء إليهم وهم يصلون من بني سلمة وكل الأحاديث في صلاة الغداة وكلها يعني إنها تتعلق بمسجد قباء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان ابن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكرتها للرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة في بناء المساجد على القبور وأن يعني هذا من عمل أهل الكتاب ومن عمل اليهود والنصارى وأنهم كانوا يفعلون ذلك ويبنون القبور المساجد على القبور أو محل العبادة على القبور ويصورون فيها الصور فيجمعون بين هذه المساوئ. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكرت ذلك له بعض أمهات المؤمنين وأنهم رأوا في الحبشة وأنهن رأينا في الحبشة هذا الشيء قال إيش إنما قال في الحديث قال أولئك شرار الخلق عند الله إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا كان فيهم الرجل الصالح يعني سواء كان يعني نبيا أو غير نبي فإنهم يبنون عليه مسجد ويصورون تلك الصور وقد ذمهم فقال أولئك شرار الخلق عند الله
أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا يعني ذم لهم وبيان أن مثل هذا العمل لا يجوز، وأنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ومثل ذلك أن يدفن الموتى في المساجد، بل المقابر تكون مستقلة والمساجد مستقلة، فلا تكون أماكن العبادة يعني فيها شيء من القبور. وكذلك لا يصلى في المقابر إلا الصلاة على الجنازة، يعني لمن لم يصلي عليها قبل ذلك، أو الصلاة على القبر. وأما أنها تتخذ مكان للصلاة لا فرض ولا نفل فإن ذلك غير سائغ، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني شبيهة بالقبور بأنه لا يصلى فيها، بل صلوا في بيوتكم ولا تشبهوها بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة. قال وحدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث وقال إنه مثل ما تقدم، وقال فيه ذكرنا أزواج، وهذا فيه الجمع يعني بين الضمير وبين الاسم الظاهر، وهذا يعني سائغ، وقد جاء يعني مثله في القرآن وأسر النجوى الذين ظلموا، وفي السنة يتعاقبون فيكم ملائكة، وهذه اللغة المشهورة بلغة أكلون البراغيث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر. قالت ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فبين اللعنة وسبب اللعن. لعنة الله على اليهود والنصارى سببه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني سببه هذا اللعن أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يدل على منعه وتحريمه وأنه لا يجوز، وتحريم تحذير هذه الأمة أن تقع في مثل ما وقعت فيه الأمم السابقة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش بعده؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره. فلولا ذلك أبرز قبره، يعني كان مكشوفا، وأنه يعني لو حصل ذلك أنه يترتب عليه أن الناس يصلون عليه أو يسجدون عليه أو يصلون إليه ويستقبلونه، يعني إذا رأوه يعني بارزا، ولكنه بني عليه البنيان وحيط بالبنيان، فلم يتمكن أحد من أن يصلي إليه كما هو فعل اليهود والنصارى. نعم حديث عجلة الحديث. قالت قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى وبين سبب لعنهم وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولهذا دفن في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، والدفن في البيوت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدفن الموتى في بنيان
وإنما يدفنون في العراء وفي المقابر، ولا يجوز الدفن في البنيان، والدفن في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه قد جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة دفن في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنه ما كان يعني بارزا للناس يعني بحيث يعني يصلون إليه ويعني يسجدون عليه أو يصلون يعني يستقبلونه، لأن القبر يعني كان في حجرة عائشة وكان بارزا، وبعد ذلك بني فصار محاطا من جميع الجهات، لا يرى القبر ولا سبيل إلى الوصول إليه ولا إلى رؤيته، ولا سبيل إلى رؤيته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد عن هاشم بن القاسم عن شيبان بن عبد الرحمن عن هلال بن أبي حميد عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا مثل الذي قبله، هناك ذكر اللعن وهنا ذكر المقاتلة، وهو يعني ذم لهم ودعاء عليهم. قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وهذا مثل ما تقدم. قال وحدثني قتيبة بن سعيد عن الفزاري هو معاوية مروان بن معاوية الفزاري. عن عبيد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزلت المنية يعني نزلت المنية يعني لما نزل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة يعني كساء له أعلام، فكان يغطي وجهه وإذا اغتم يعني انكتم النفس أزاله، فكان يفعل يغطي ويكشف من شدة ما يجد من شدة المرض. فقال وهو كذلك يعني وهو في هذا الحال وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني يحذر ما صنعوا، يعني أن هذا من آخر كلامه ومن يعني آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، لأنه حذر من ذلك في حال النزع، وهذا يدل على أن هذا الحكم محكم غير منسوخ لأنه لا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات ما عاش حتى يكون مجال النسخ، فهذا حكم محكم غير منسوخ لأنه في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام قال ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 يعني 5 ليالي فقط، رسول توفي يوم الاثنين وقال هذا الكلام يوم الخميس
قال قبل أن يموت يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه الإشارة إلى أنه الأحق من بعده بالخلافة، لأنه قال ذلك في آخر أيامه وقبل وفاته ب5 ليال، مبين عظيم فضله وعظيم منزلته، وأنه الأولى من غيره بالخلافة والأحق من غيره بالخلافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء نص منه يقول الخليفة بعد فلان أو فلان، وإنما جاء نصوص تدل على أولوية أبي بكر وأحقيته وأنه الأحق من غيره. ومن هذا الحديث قال هذا في آخر حياته قبل وفاته ب5 ليالي، قال إني أبرأ إلى الله يكون منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو اتخاذ خليل، أن لو كان متخذا لكان متخذ أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه إشارة إلى أحقيته وأولويته بالخلافة، لأنه قال ذلك قبل وفاته ب5 ليالي. ثم ذكر أمرا آخر وهو المتعلق باتخاذ القبور مساجد، قال ألا وإنما كان قبلكم، ألا، وهذه أداة تنبيه تدل على الاهتمام التنبه لما بعده. ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذا في ذم لهم لأن هذا ذكر على سبيل الذم. ثم قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، نهى عن ذلك بأداة النهي، ثم أكد ذلك بجملة خبرية إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في هذا الحديث، وفي آخر لحظاته في حديث عائشة وابن عباس المتقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بهذا التأكيد. وهذا من أمثلة فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، وأنه أوتي جوامع الكلم، وأنه يأتي بالكلام البليغ، فإنه حذر من هذا غاية التحذير بقوله ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد. هذا يعني تحذير وذم لهم وأن لا يعمل أحد مثل عملهم. ثم قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، نهي. ثم قال إني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد عليه الصلاة والسلام. وهذا لخطورة مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى الشرك وإلى صرف العبادة عن الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني عن جندب رضي الله عنه. نعم. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. تقول هذه السائلة بأنها متزوجة من شخص برتغالي ولكنه مسلم. متزوجة من رجل من البرتغال، من البرتغال لكنه مسلم وأهله كفار. تقول هل يجوز لنا أن ندعوهم لحفل الزفاف؟ أهم شيء أن يدعوهم إلى الإسلام، أهم شيء أن يدعوهم إلى الإسلام، ولو دعوهم يعني، ولا سيما إذا كان في تأليف لهم ما في بأس.